احترام الخصوصيات يجب أن يكون موضوع هام جدا يدركه جميع الناس. هنالك أشياء كثيرة جدا تمر في حياتنا لا يجب أن نتطرق إلى كل تفاصيلها. ما يهمنا هو أكثر شيء ممكن أن نتطرق له في منشوراتنا، في حياتنا، في مناقشاتنا، في جلساتنا. أما ما يخص الآخرين فهنالك قضايا عامة ربما نتطرق لها، وهنالك قضايا خاصة لا يجب أن تكون موضع اهتمامنا. يجب أن يكون جام اهتمامنا يصب في مكان واحد، هو كيفية رفع هممنا، كيفية الوصول إلى مراحل النجاح الجميلة، كيفية وضع القدوة لأبنائنا ولأهلنا ولمن يحبون ولمن ينتظرون منا المساعدة. يجب أن نكون مجتمعا جميلا من خلال التطرق للقضايا العامة، لا أن نتتبع السلبيات والتفاصيل التي لا تهم حياتنا ثم يضيع ذلك العمر كله في البحث عن الوهم وعن السراب. أتمنى لكم حياة طيبة.